بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الحلقة: عوامل النصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي، للدكتور شوقي أبو خليل. الكتاب يتناول فيه المؤلف الفاضل عوامل النصر والهزيمة. بصراحة الكتاب لم يعجبني. لماذا؟ المؤلف لم يقسمه إلى فصول، والمفروض أن يتوازن بين عوامل النصر وعوامل الهزيمة، فإذا به خصص 26 صفحة لمقومات النصر، ثم من صفحة 29 حتى صفحة 170 عوامل الهزيمة، فلم يتوازن في عرضه. ثم أن الكتاب واضح أنه تجميع لمقالات كتبها المؤلف الفاضل ووضعها في هذا الكتاب، ويغلب عليه العاطفة الدينية الزائدة، بحيث أنه لا يكتب ما يوصف بأنه تاريخ. ستقول لي كيف هذا؟ أين الهوية؟ جميل، نحافظ على هويتنا، لكن ليس بصورة انفعالية. ثم أن كلمة تاريخ إسلامي أنا غير مقتنع بها. تاريخ المسلمين كفانا أن نلصق بالإسلام كل شيء. هذه نقطة خطيرة للغاية. فبصراحة الكتاب كتاب ثقافي، وأنا أحترم الكتب الثقافية، لكنه غير متوازن. والمؤلف الفاضل بذل جهدا لا شك في هذا، وفي نهاية الكتاب يذكر العديد من المؤلفات التي ألفها، وقد تابعته في عدة مؤلفات، لكن هذا الكتاب بصراحة تشعر أنه تجميع لمقالات، وتم إعداده بنوع من التعجل، فكان وله وللمؤلف أعمال أفضل من هذا الكتاب. أنا أتذكر له كتاب قرأته وأنا في أبها، عنوانه الإسلام في قفص التهم. هذا كتاب مهم للغاية وترجم إلى عدة لغات، وله أطلس التاريخ العربي الإسلامي، لكن طبعا لا يصل إلى مستوى أطلس التاريخ الإسلامي للعلامة حسين مؤنس، كل له رؤيته. هو طبعا اهتم بالأطالس، لكن الأستاذ سامي المغلوث ابن السعودية، ابن المنطقة الشرقية في السعودية، بصراحة أعماله أكثر عمقا، مع تقديري للجميع. كل يحاول، وهذا شيء رائع وهذا شيء طيب، لكن بالفعل سامي المغلوث هذا رجل فاضل، وتفرغ لعملية الأطالس، وعمل ويسافر ويذهب ويجمع مادة. ما شاء الله، له أطلس الحملات الصليبية من الكتب الممتعة تعلمت منها. فتحية تقدير للمؤلف، لكن هناك أوجه نقد والكمال لله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا.